بعد ما لفيت كثير دول بالعالم وعشت بالسويد لأكثر من 8 سنين، اليوم حبيت أعطيكم مقارنات جدا مختلفة بين الحياة بالأردن والسويد. وهاي المقارنات اللي أنا راح أحكي لكم إياها عن تجربتي الشخصية كشخص عايش بدولة السويد الحبيبة. خليكم معنا لتعرفوا التفاصيل. هذا أنت عن جد بتسجل يعني نحكي، يعني ناخذ راحتنا بالحكي. يلا نبلش. خلينا نبلش بنقطة جدا 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 مهمة، وهي الجو. احنا الجو بالنسبة لنا هون بالسويد او الشمس خلينا نحكي اشي جدا 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 مقدس، لدرجة انه في فيديو انا نزلته على قناتي اغلب الناس كانت ترتبط سعادتهم بالجو بالشمس، يعني بس تطلع الشمس الكل سعيد ومبسوط. فاحنا عندنا الجو جدا سيء بالسويد، ومقارنة بالاردن مثلا او الدول العربية الجو بيكون هناك افضل بكثير، الشمس دائما موجودة، الجو دائما موجود، وهذا بيخلق حياة اجتماعية أفضل. فالجو هنا السيء زي ما انتم شايفين هوا بس طالعين لأنه في شمس، بخلق عزلة اجتماعية وراح نتطرق عليها أكثر ونحكي عنها أكثر. بالنسبة للحياة الاجتماعية بكل أمانة بالسويد ما في حياة اجتماعية، وهذا بتشكل لأسباب كثيرة من ضمنها الجو السيء، وإنه الناس هون كتير individual يعني كتير منعزلين، وهذا الشيء بسبب الوحدة ويسبب الاكتئاب وما إلى ذلك. بينما بالمجتمعات العربية زي الأردن مثلا المجتمع كثير هيك مع بعض ومتماسك، وفي دائما حياة اجتماعية وما في هاي العزلة والوحدة. وأنا أصلا ما كنت أفهم شو معنى كلمة اكتئاب إلا لما جيت على السويد، لأنه المجتمع هناك جدا متماسك. الحياة الاجتماعية بالأردن صح جميلة وراح تستمتع فيها، لكن المجتمع راح يحكمك، يعني أنت راح تعيش زي ما بده المجتمع مش زي ما أنت بدك. السويد صح فيها عزلة ووحدة واكتئاب، لكن بتكون زي ما أنت بدك، إلك الحرية المطلقة كيف بدك تكون، شو بدك تلبس، شو بدك تاكل، شو بدك تدرس، كيف ما بدك تكون بتكون، ما في حدا راح يتحكم فيك. وهاي نقطة صراحة جميلة جدا إنه نفكر فيها ونحطها بعين الاعتبار. بالنسبة للشوارع والنظام زي ما أنتم شايفين حركة سيارات جدا عالية، ما بتسمع ولا زمور سيارة، وفي خط مخصص للبايسيكلز وخط مخصص للمشاة، وطبعا مكان مخصص للناس اللي حابة تقطع الشارع، بيستنوا لحد ما تفتح الإشارة وتصير خضراء حتى يقدروا يقطعوا الشارع للصيد الثاني. بينما بالدول العربية بشكل عام خلينا نحكي هذا الشيء محتاج شغل أكثر حتى يكون في نظام أكثر وفي اهتمام أكثر لحركة الشارع وسلامة المواطن. فهاي النقطة تحسب للسويد صراحة، فهون في 1 بوينت للسويد. حاليا الإشارة حمراء، راح نستنى لحد ما تصير الإشارة خضراء ونشوف كم سيارة راح تزمر لما تفتح الإشارة. يلا ها فتحت الإشارة. ما في حدا بيزمر، ما في حدا بيزمر. ليش ما بيزمروا؟ في شي غلط شكله. ما في ولا سيارة بتزمر. زمروا زمروا لو تزميرة واحدة. ما في حدا بيزمر، مش قابلين يزمروا. هسه صارت الإشارة خضراء فبقدر أقطع الشارع. هاي النقطة تحسب للسويد. زي ما انتم شايفين احنا بوسط المدينة، ما بتسمع صوت، يعني ما بتسمع أي صوت، يعني بترمي الإبرة بتسمع صوتها. وهاي نقطة تحسب للسويد بكل جدارة صراحة. يعني ببلادنا العربية بتسمع بياع الخضرة، بياع الغاز، اثنين بتطاوشوا على الزاوية، دايما في شغلات. يعني زي ما انتم شايفين الإشارة هسه فتحت، مستحيل تسمع صوت، الناس ماشية واحنا بنص المدينة، مستحيل تسمع حتى صوت الناس. يعني يمكن انا هسه صوتي اعلى صوت بالمنطقة كاملة، ما في صوت. يعني يمكن هذا الشيء يعني سيء يمكن لما يكون مبالغ فيه، لانه بدك تحس بالحياة الاجتماعية، فبرضه يعني مريح نوعا ما للناس اللي بتحب الراحة والاستجمام والاستمتاع وما يسمعوا اي صوت حواليهم. فانتوا احكوا لي بتفضلوا هاي ولا بتفضلوا هاي بكل امانه، واكتبوا لي بالتعليقات، انا بهمني رايكم، بهمني اعرف شو رايكم. يلا راح اقرا كل تعليقاتكم. هاي هي منطقه الباصات زي ما انتم شايفين، ما في باص جاي معناته الباص لسه ما اجى موعده. زي ما انتم شايفين ما بتسمعوا صوت حدا، لا بتقول طالع عمان صويلح زرقاء زرقاء او الشباب المدينه مدينه دوار، هذا الاشي مش موجود. بتروح للباص بتطلع بكل احترام بكل هدوء، بتقعد بتدفع بالتيكت، توصل لمنطقتك وبتنزل منها بكل هدوء، لا بتحكي له وقف ولا ما يحزنون.
فهاي الشغلة برضو جميلة جدا. زي ما حكيت لكم السويد دولة منظمة جدا جدا وهادية جدا جدا جدا. الباص بيجيك على الدقيقة، يعني هون مثلا هاي الباصات اجت، هذا الباص ضايله دقيقة، هذا الباص ضايله دقيقتين، هذا ضايله 3 دقائق وهكذا. يعني انت بتيجي على الوقت. وعندك تطبيق خاص اسمه سكونا ترافيكن للمنطقة الجنوبية بالسويد حتى تعرف متى الباص تاعك بيجي. وهاي شغلة مهمة جدا حتى الناس تنظم وقتها وتيجي على الموعد وما تتأخر على مواعيدها. زي ما انت شايف الباص وطى صار للحفة هون، شايفين؟ والسبب عشان لما يجي ذوي الاحتياجات الخاصة يعرفوا يدخلوا على الباص، ولو ما عرف هاي بيطلعها لبرا ويطلعوا شوفير الباص لجوا حتى يعرف يطلع. فهاي نقطة جدا مهمة. وهون شايف مكان مخصص للعربيات ومكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. هيك سكر الباص، طلعوا كيف راح يرتفع، تحرك. جميل جدا. شوف هذا الباص ما أطوله، هذا الباص من أطول الباصات الموجودة بالسويد. 3 قاطرات مع بعض، بتحسه قطار ماشي بالشارع، رهيب. البايسيكلز هم عبارة عن وسيلة نقل أساسية في دولة السويد، والسبب إنهم هيئوا لهم مواقف خاصة فيهم، شوارع خاصة فيهم، وطرق معبدة فقط للبسكليتات، فصارت هي وسيلة نقل أساسية زيها زي السيارة والقطار والطيارة والسفينة. فهاي نقطة جميلة جدا جدا بكل أمانة. بالنسبة للفلي ماركت بكل أمانة الأسواق الشعبية هون جدا منظمة. زي ما أنتم شايفين إحنا حاليا موجودين بفود فيستيفالين، يعني مهرجان الأكل، أكل من جميع أنحاء العالم موجود هون بغوستاف أدولف توريت. بصراحة النظام فيه، الترتيب فيه جدا عالي، النظافة جدا عالية، وهاي نقطة صراحة تحسب للسويد. بينما الأسواق الشعبية ببلادنا العربية شوي محتاجة تنظيم أكثر، ترتيب أكثر، أماكن مخصصة للمشاة، أماكن يكون الواحد سهل يتنقل فيها، والنظافة نشتغل عليها بشكل أعلى. وخلينا نقارن الكرم والضيافة بين السويد والدول العربية. بصراحة وبكل أمانة الدول العربية تتفوق وبشدة بالكرم والضيافة، صراحة معروفين بكل العالم بالكرم. يعني تخيل بهذا المكان اللي هو غوستاف أدولف توريت اللي فيه فود فيستيفال اللي هو مهرجان الأكل، انت لو تمشي فيه واصحاب التركات هدول كانوا عرب وانت ماشي راح يضلوا يضيفوك. يعني في نفس المكان هذا موجود منطقة ثانية بالموليفون توريت اسمها ساحة الخضرة، سميت بساحة الخضرة لأنه في كتير ناس ببيعوا خضرة فيها كل يوم. الناس الموجودين هناك 90% منهم عرب، وانت ماشي تشبع صراحة. الكل بيحكي لك تفضل كل هالتفاحة، تفضل خذ هالموزة، تفضل كذا. فدايما الضيافة موجودة. حتى ببلادنا العربية لما تروح عليها كان عندنا غرفة اسمها غرفة الضيوف، وهاي الغرفة بصراحة ذكرني فيها أنس، وبشكرك أنس هو ورا الكاميرا حاليا، انه ذكرني انه عن جد احنا عندنا الكرم جدا 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 عالي ببلادنا العربية. فهاي نقطة تحسب لبلادنا العربية بكل أمانة. بالنسبة للتنوع المجتمعي بصراحة السويد فيها تنوع بشكل رهيب جدا، فيها مجتمعات من جميع أنحاء العالم، فيها أكثر من 180 جنسية حول العالم عايشين فيها، وهذا الشيء جميل جدا. يعني احنا حاليا موجودين بفود فيستيفال، مهرجان الأكل اللي بضم أكل من جميع أنحاء العالم، وهي نقطة تحسب جدا لدولة السويد. بينما مجتمعاتنا العربية بصراحة شوي منغلقة على نفسها، وهالشي بكل أمانة بخلي الموضوع يكون صعب جدا لإلك تكون مختلف عن المجتمع، لأنه ما في تنوع ثقافي بمجتمعاتنا العربية. فإذا كنت مختلف راح تلاقي هجوم جدا كبير عليك من المجتمع اللي أنت عايش معه. احذروا وين أنا موجود بحديقة موجودة بنص السويد، لا بمزح معكم، هاي مقبرة وزي ما أنتم شايفين الناس بتمرق منها بشكل جدا اعتيادي ويومي، موجودة بجانب أكبر محطة للباصات بمدينة مالمو. زي ما أنتم شايفين المقابر موجودين بشكل جدا طبيعي بوسط المدينة. بكل أمانة الاهتمام بهذا المكان جدا رهيب، وهذا الاشي بخليك ترتاح نفسيا لما تمرق من هون وما يخلي في رهبة وخوف من المكان. بالنسبة للمقبرة هون بتحس بقيمة الحياة الاجتماعية ببلادنا العربية، لأنه بصراحة يعني حضرت أفراح وأحزان لناس سويديين، بتلاقي بأفراحهم بأعراسهم
بتلاقي عدد قليل جدا جاي عليها. وبرضه لما الشخص يتوفى بتلاقي 4 5 أو 10 أو 20 أو 50 ماكسيمم اللي بيجي عندهم، فبتلاقي الحياة الاجتماعية معدومة، وهذا الإشي بيأثر نفسيا صراحة على العالم. بينما ببلادنا العربية بالاحتفالات الناس معك، بالأحزان الناس معك، الناس حتى بحفلة تخرجك أي إشي موجود فيه بتلاقي العالم موجودين حواليك فيه. فهاي نقطة بصراحة تحسب جدا لدولنا العربية. بالنسبة للضمان الاجتماعي اللي هو السوشيال سيكيورتي، بكل أمانة السويد تفوز بهاي النقطة. يعني في حال لا سمح الله أنت انفصلت من شغلك، السويد بتعطيك راتب لحد ما تلاقي شغل جديد، بتعطيك تقريبا 80% من راتبك. في حال مثلا اجاك مولود مثلا جديد، بتعطيك سنة كاملة إجازة مدفوعة عشان تضلك مع طفلك لحد ما يكبر وتقدر توديه على الحضانة. في حال لا سمح الله صار معك إصابة، السويد بتعطيك راتب وبتتكفل فيك لحد ما تتحسن وتقدر تشتغل كمان مرة. بينما ببلادنا العربية للأسف الشديد، إذا ما اشتغلت اليوم ما بتاكل بكرة. الراحة النفسية بالرغم من كل الميزات اللي حكينا فيها عن السويد، لكن في كثير ناس بتهاجر برا السويد بسبب الجو بيلعب دور أساسي بالحالة النفسية تاعت المواطن بالسويد، لأنه بدخل بحالة اجتماعية جدا سيئة، بدخل بعزلة، بدخل بوحدة، وبدخل باكتئاب. وهاي الشغلات بتمنى إنكم لا تستهينوا فيها. بينما بالدول العربية هاي الشغلات غير موجودة، الجو جميل جدا، الحياة الاجتماعية موجودة، انت بتحكي نفس اللغة، بتتعامل مع نفس المجتمع، فعندك سهولة وراحة نفسية أكثر بكثير من الدول الأوروبية. رغم كل الإيجابيات الموجودة بدولة السويد، على ما أعتقد في كثير ناس بتفضل إنها تضلها عايشة بين أهلها وناسها ببلادنا العربية، وتضلها مختارة راحتها النفسية قبل كل إشي. كل واحد فينا بدور على شيء، بس السؤال مش وين أحسن، السؤال أنت على شو بتدور حتى تعيش مرتاح بحياتك. سلام.